بص كده وشوف ايه اللي بيحصل في الفيديو ده. شفت اللي بيحصل في الفيديو؟ شفت الحال اللي وصلنا له؟ شفت التربية والمبادئ العالية والأخلاق الجميلة؟ إن راجل كبير في السن واقف قدام بناته، وراجل شيخ كبير عنده فوق ال70 سنة ينضرب بالقلم من عيل في الشارع عنده 35 سنة 40 سنة. وصلنا لفين كل ده؟ ايه يا جدعان؟ كل الناس اللي واقفة دي واقفين خايفين من الراجل ده؟ يعني انتوا واقفين خايفين منه؟ هو بيمد ايده على راجل كبير، اعتبره زي ابوك. كل يومين نفس الفيديو نقول يا جماعة ربوا، يا جماعة علموا، يا جماعة حوشوا، يا جماعة شوفوا. راجل كبير في السن يتهان ليه في الشارع؟ يتهان قدام عياله؟ انت مستدخن عضلاتك عليه؟ انت بتضرب بالقلم راجل كبير مش هيقدر يرد لك القلم لانه كبير في السن. كنت تعالى له ايام ما كان شاب، ما كنتش تقدر ترفع عينك فيه. انت مش بلطجي، انت منفوخ. انا بتكلم وبحذر وبقول يا جماعه يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت اي واحد شايف نفسه ان هو رجله شايله من على الارض شويه، وشايف في جسمه عضلتين، وفي عقله كده مفكر ان هو الناس خايفه منه، يا جماعه وقفوا عند حده. وقفوا الناس ده عند حدها عشان ما تسوقش فيها. في ناس عايشين في قلب مناطق في قهر وفي ذل بسبب ان في واحد طالع عامل ان هو البلطجي اللي في المنطقه ومشيب المنطقه كلها، يلم فاتوره واتوات من الناس، يعاكس اي واحده في الشارع ماشيه ومحدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه، يتهجم على البيوت ويخش يقعد في قلبها ومحدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. ده مثال فيه غيره 1000 مثال، واتعمل له 1000 تمثيلية و1000 فيلم عن البلطجي اللي بقى شايف نفسه يا ما هنا يا ما هناك. الحكومة موجودة والبلاغات موجودة، نفسي يشدوا شوية على الناس دي. احنا مش في زمن الفتوات، زمن الفتوات انتهى من زمان. احنا عايشين في زمن دلوقتي مفروض كل واحد ماشي يبقى آمن في طريقه. ازاي تأمن على عيالك ينزلوا في وسط مجتمعات زي دي، في وسط بلطجة وقلة أدب، مخدرات بتتباع في الشارع؟ ازاي هتأمن على نفسك تنزل انت ومراتك تتفسحوا وتلاقي بلطجية طالعة عليك بتثبتك؟